لو لسه ما عملتوش الزيتون المخلل وحتى المبتدئين، تعالوا نعمله بأنجح وأحسن طريقة وهنعرف السبب اللي بيخلي الزيتون يطرى ويبوظ. هنعمله بالخلطة التحفة اللي بتديله الطعم والمحلول الملح المظبوط، وهنعمله بطريقتين يعني هتبقوا أساتذة فيه من أول مرة. تعالوا نشوف هنعمل الزيتون التحفة ده ازاي في البيت. أول حاجة هحتاجها ده زيتون تفاحي يعني شكل التفاح كده ويكون طازة، ونبص فيه كده ونستبعد أي حاجة تكون مش كويسة، يعني مثلا زيتون يكون طري من الحر ولا حاجة نستبعده بالشكل ده كده، وبعدين نغسله ونصفيه كويس قوي كده بقى جاهز. ويلا بقى نبدأ ونقول بسم الله. هحتاج ايه؟ هحتاج فلفل احمر حار زي كده علشان نعمله هريسة، يعني نفرمه في الكبة. تقدروا تضيفوا معاه فلفل اخضر او عايزين اخضر بس الاتنين مع بعض وميكس كده خطير. هنطحنه في الكبة زي ما انتم شايفين، بس بلاش تكون ناعمة قوي علشان بيبقى حتت فلفل كده حلوة قوي واحنا بناكله خطيرة. ده كيلو من الجزر المبشور. هنشوف هنحتاج قد ايه لكل كيلو من الزيتون. تابعوا معايا وهنشوف مع بعض كل المقدار المظبوط. دول حزمتين من الكرفس الورق، بس انا ما باخدش العيدان. تمام. بعد ما قطعته كده، الفلفل الحار بقى ده اساس طبعا التخليل، فلفل بالكميه اللي انتوا عاوزينها. ده الليمون بقى، لو احنا هنحتاج ليمون نحطه كده مع الزيتون عشان نحس بطعمه مخلل وتحفه. عندكم اكتر من خيار، يا اما تقطعوه اربع زي كده او طرنشات، او لو عايزينه سليم هتغلوه بس غلوه دقيقتين على النار وتصفوه. بعد كده العصفر، لكل كيلو من الزيتون بحتاج معلقه كده من العصفر وكمان حبه البركه، الاتنين مع بعض بيدوا ميكس وطعم خطير لاي مخلل بنضيفه فيه. بعد كده عصير الليمون، لكل كيلو من الزيتون هحتاج نص كوبايه من عصير الليمون، يعني لو بقى كوبايه الا ربع مفيش مشكله خالص. يلا بقى نبدا بسم الله ونلبس الجلافز عشان الشطه اللي هنتعامل معاها. اي حاجه عندنا كده واسعه وننزل بالزيتون. دي طبعا كميه بس احنا هنتكلم على اساس انها كيلو. هضيف حوالي ربع كيلو من الفلفل لكل كيلو من الزيتون، وبرده شويه من الجزر المبشور كده، دي طبعا اختياري. الفلفل الحار ده برده كل كيلو من الزيتون ناخد نص كوبايه كده. ادي الليمون هنضيفه، حطوا الكميه اللي تحبوها بس ما تكتروش قوي، احنا عاملين زيتون مخلل مش ليمون. الكرفس كل كيلو مثلا بيحتاج، او كل 3-4 كيلو من الزيتون يحتاجوا حزمتين من الكرفس. العصفر معلقه من العصفر لكل كيلو من الزيتون، ومعلقه من حبه البركه. تزودوا تقللوا براحتكم، بس انا بقول لكم على المقدار المظبوط جدا اللي مش هتغيروه. المرحله بقى اللذيذه قوي ان احنا نقلب، تحسوا كده انها لوحه فنيه خطيره قوي. قلبوا مع بعض. ضروري هنا في المرحله نقلب كويس علشان لما نمسك بايدينا الزيتون كده ونيجي نعبيه في البرطمانات يبقى مختلط معاه كل حاجه، وكل حاجه واخده من كل طعم. المرحله المهمه بقى البرطمانات. انا هنا بختار برطمانات ما تكونش كبيره. ليه؟ لان احنا لما بنيجي نخلي البرطمان الكبير اللي فيه زيتون، احنا لما بنفتح البرطمان وفيه كميه كبيره طبيعي ان هو بيدخل له هواء فبيعمل طبقه كده من الريم، وده مش لطيف. فيفضل يعني، وده رايي، ان احنا نجيب اكتر من برطمان سواء ازاز او بلاستيك وناخد كده بالمقدار بتاعنا. الخطوه الثانيه، الاقتراح الثاني، ان احنا برضو نجيب برطمانات كده نوزعها على حبايبنا على اصحابنا، يعني بتبقى لفته حلوه جدا. مش كلنا بنعرف نخلل. تعالوا نعمل بقى المحلول الملح. اولا هحتاج ميه قد ايه؟ كل برطمان هتستخدميه هتاخدوا نص مقداره ميه علشان نغلي الميه ونبردها. طيب هحتاج بقى ورق لورا وكمان توم، هنشوف هنحتاجه ازاي. كل البرطمانات اللي هنستخدمها هحط كام ورق من اللورا وفص واحد من التوم نفتحه او سليم. ورق اللورا بيعتبر زي ماده حافظه وكمان بيمنع اي طبقه او اي ريحه تتكون فيها. نملى البرطمانات، وكل ما نحط طبقه من الزيتون والليمون والكلام الجامد الحلو ده نضغط بايدينا، ما نسيبش اي هواء في البرطمان من جوه. اضغطوا جامد، ما تقلقوش احنا ما فتحناهوش، يعني نتعامل معاه براحتنا جدا. املوا كل البرطمانات وما تنسوش ورقه اللورا، كام ورقه من اللورا وفص الثوم. وطبعا البرطمانات اللي هنوزعها تبقى برضو بنفس الاهتمام، ونملاها كويس قوي ونخلص كل البرطمانات، وناخد قشر الليمون اللي عملنا منه العصير ونقفل البرطمانات كده على الوش. نيجي بقى للمرحله المهمه جدا، المحلول الملح. دي ميه مغليه ومتبرده. ده لتر من الميه. الناس اللي بيحبوا يتعاملوا بالكوبايه، لتر الميه بياخد 4 كوبايات من كوبايات الشاي بتاعتنا العاديه. تمام كده عشان نسهل على نفسنا. بنفس الكوبايه بقى هنبدا ناخد بيها نص كوبايه من عصير الليمون، برضو زي ما قلنا لو كوبايه الا ربع يعني مش هتضر. بعد كده لكل لتر من الميه معلقتين من الخل وكمان معلقه كبيره من السكر، وكل كوبايه من الميه معلقه كبيره مليانه ملح بشكل هرمي. لما نيجي نعايرهم كده بالكوبايه يبقى كل لتر ميه حوالي كوبايه الا ربع من الملح. دي اول طريقه للمحلول الملحي، سهله قوي. ناخد بالنا قوي واحنا بنقلب ان احنا ندوب الملح حلو قوي، عشان الخطا ده بيقع فيه ناس كتير، وده السر اللي بيخلي الزيتون يطرى مننا ونحس انه عامل زي البودره. مش الملح الكتير، بالعكس الملح القليل. دي الطريقه بقى التانيه ان احنا نعرف المحلول الملح بتاعنا مظبوط ولا لا. انا عامله كميه فما حطيتش الملح الكافي للكميه كلها،
اما حطينا البيضه نزلت لتحت عشان الملح قليل، زودت ملح وقلبت، وهنحط البيضه اهو طافت على وش الميه. كده مقدار الملح بتاعي مظبوط، وكده المحلول الملح بتاعي جاهز وتمام وتحفه. التركايه التانية دي برضو اختياريه، رشه صغيره من الكركم بتدي لون حلو كده، بس ما تكتروش قوي، يعني احنا مش عايزينه اصفر قوي. نملى بقى البرطمانات ونراعي واحنا بنملى كده ان الميه كلها في البرطمان، علشان يبقى كل البرطمان واخد من نفس الميه. يعني كل ما نملى كده في البرطمان نحرك البرطمان بايدينا علشان الميه تنزل لكل اجزاء البرطمان من تحت في وسط المخلل. وعلى الوش كده بعد ما نملاه ونحركه بالشكل ده نحط الزيت علشان ما يكونش عندي اي فطريات. وبس كده بقى عندنا احلى زيتون مخلل ممكن تعملوه في البيت، خطير جدا. بعد ما نخلص البرطمانات بتاعتنا نحطه في صينيه، يعني نحط اي حاجه تحتيهم علشان الميه بتفور وبينزل منها بقى ميه على زيت. بس كده، ونفتحه بعد شهر ان شاء الله بألف هنا. جربوه، هستنى رايكم في كومنت جميل زيكم. صحتين وهنا يا رب.